السلام عليكم جميع أصدقائي، كيفكم؟ إن شاء الله بخير يا رب. إن شاء الله يا رب تكون كل أيامكم خير وبركة. أصدقائي مثل ما شايفين إنه أنا هلا بالطريق طالع على كولن اليوم في فحص قبول يعني مدة دراسية، هي جامعة موسيقى مجال تربية الموسيقى. فأصدقائي بتمنى منكم الدعاء، وبتمنى طبعا راح اخذكم معي. هو انا بخجل هيك مثلا مقاطع الفيديو ضمن مثلا مدرسة انه اصور، بس راح احاول كل ما اطلع لبرا يعني اعطيكم الاخبار شو صار معي وشو اللي راح يصير. فكونوا معي ودعواتكم شباب، ان شاء الله تكون امتحان سهل وما يكون صعب ويقبلوني، وان شاء الله ايش ما يصير معي فبخبركم. وبحب اذكركم كمان العالم اللي ساكنين بالمانيا وبيحبوا الموسيقى والمجال الغناء والايقاعات، هالامور اللي له ميول فني، فراح احاول اعطيكم معلومات وين مثلا في مشاريع المانيه بامكانكم تشاركوها، واللي يعني عنده الرغبه يسجل لي بتعليق إذا هو ناوي، فأنا بشوف مجاله وين وكيف رح أحاول ساعده قدر ما استطعت، يعني لأنه أنا بعرف كتير مجالات هون، واللي يعني وساطات نوعا ما مع أشخاص بعرفهم منيح، يعني بيطلع بإيدهم أنه يخدمونا اللي بيحب الموسيقى، فأنا جاهز لمساعدتكم. أصدقائي ادعوا لنا ويا رب، وهاي نحن بالطريق. أصدقائي كمان تذكرت شغلة، يعني هو أول مرحلة أنا تخطيتها، هن كانوا حوالي 41 مسجلين نفسهم لهذا المشروع لنفترض، فقبلوا منهم لحد هلا 24، وكمان راح يختاروا لسه يعني بس 20 راح يشيلوا الأربعة الثانيين كمان. فاليوم هذا هو يعني ثاني فحص. أصدقائي هذا يعني المشروع اللي عاملينه هن، يعني ما فيني أقول مثل الجامعة أو كلية، بس إنه شيء مصغر منه، يعني بالأخير بيعطوك شهادة، وعلى حسب هاي الشهادة من حقك يعني تروح على مدرسة موسيقى وتصير تقول لهم إنه خيو أنا بدي، يعني هاي مثل السي في تبعك، إنه بتحط هاي الشهادة كمان معها، ف بيفتح لك المجال انك تشتغل بالمدارس. وطبعا قبل هلا كانوا عاملين كمان للاتراك، كانوا عاملين للبغلمة والساز، فبعرف منهم صاروا اساتذة وعم بيعطوا هلا بدروس يعني مدارس موسيقية. فهذا الطريق كمان يعني نوعا ما اخذه ان شاء الله، اذا حبيت مثلا بشي يوم من الايام اشتغل بشي مدرسة موسيقى فراح يكون قوي، لانه هون بالمانيا مو سهل انك تدخل بمدرسة موسيقى. اللي عايش بالمانيا بيعرف هذا الشيء، انه قديش بدهم اوراق وقديش بدهم دراسة، يعني مو بهالسهولة يعني. فحلاوته لسه انه هدول اللي مسجلين حالهم، او هذا المشروع لكل موسيقار او مغني او عازف من كل انحاء العالم، يعني ما في انه والله شريحة معينة، يعني راح يكون كمان آلات من عدة بلدان. طبعا هذا جاي كمان نفس مبدأ كلية الموسيقى اللي عم بدرس فيها بهيلدسهايم، كمان انه هو كمان لموسيقى الشعوب، فهون كمان يعني راح يكون نحن راح نكون من عدة شعوب، وراح يحاولوا مثلا انه نعزف مع بعض، نعرف بعض اكثر، يعني تقوى العلاقات بيناتنا ونعرف عالم وكيف فينا نفوت بمجال المدارس. فيا رب ان شاء الله يقبلوني، وان شاء الله انا متفائل، طبعا متفائل لانه منهم يعني اللي قاموا بهذا المشروع بعرفهم، يعني لي علاقة شخصية معهم، وهم اللي قالوا لي سربست حاول تجي. فإن شاء الله يا رب
وطبعا بتمنى لو منزل انا هذا الفيديو قبل، من شان اللي منكم حابب مثلا، طبعا اللي هون عايش بألمانيا حابب يجي فكان بامكانه يجي. فاصدقائي ان شاء الله باذن الله اذا حبيتوا مستقبلا فيني انزل لكم اي مشاريع جديده، اي معاهد، اي مجال يعني يكون لكم يعني جيد لمستقبلكم. اذا حبيتوا اسالوني، فراح انزل هيك فيديوهات انه انوركم وين في وكيف. تمام اصدقائي، طولت عليكم شوي، خلونا نقول يا الله بس وصل لهنيك راح افتح لكم ثاني مره الفيديو. تشاو اصدقائي. السلام عليكم جميع أصدقائي. هلا أنا بمدينة كولن، هون مثل ما شايفين Hochschule für Musik und Tanz كولن. هذا المدرسة يعني مثل المعهد العالي للموسيقى والرقص. طبعا من شوي فتت لجوا وعطوني الاسم منشان ادخل فيه، منشان يعرفوني. راح افوت على الغرفة رقم 1، وطبعا هذا اليوم هو فحص يعني مثل امتحان قبول، يعني هو راح يكون يعني لمدة 6 شهور هذا المجال الدراسي. ولنشوف هلا بعد يعني شي ساعة تانية تقريبا راح افوت لجوا في امتحان نظري راح اعمله. بعد منا بنطلع في استراحة، في استراحة طعام، وبعد منا راح نفوت راح يكون في امتحان عملي كمان، وبعد منا راح يكون في مثل محاضرة وبنختمها هيك بنكون خلص. ف دعواتكم أصدقائي إن شاء الله أنه اجتاز هذا الامتحان وأخلصه. وطبعا بس أخلص من هون طالع مباشرة على مدينة إيسن، هني كمان في كونسرت راح أقدمه، واليوم كله فعاليات بفعاليات. اي والله حبيت أشارككم يعني الأحداث اللي عم بتصير معي، الأخبار. فإن شاء الله يا رب نفوت وننجح. فدعواتكم أصدقائي. هاي أصدقائي، هلا أنا طلعت من المقابلة الشفهية والحمد لله تمت العملية بنجاح، وجاوبتهم على كل أسئلتهم. فأسئلتهم كانت نوعا ما إنه قديش لك هون، وشو النشاطات اللي مارستها هون، وشو حابب تعمل، وهيك أمور يعني. فكان الأمر جدا ممتع، حتى إنه في واحد منهم كنت أعرفه يعني قبل هلا يعني من اللجنة يعني. فالحمد لله أصدقائي، أنا كنت قبل الأخير، لسه في وراي واحد بده يخلص لقائه، فبعد منا بنروح على استراحة. طبعا جوا ما سألت إذا بإمكاني إنه صور ولا لأ، بس بخجل، ف ماني حابب هيك أحمل الكاميرا وأمشي قدام العالم ها إنه أنا عم صور، لا. فالمهم عم خبركم كل شيء اللي صار معي، وبعد شوي هي استراحة الأكل، وبعد منا رح يكون الامتحان اللي هو كتابي يمكن مثل ما سمعت. فخلونا نشوف أصدقائي. أصدقائي، وهي طلعنا من الامتحان والحمد لله يعني عملت كل شيء منيح، وطبعا الجو كان كتير حلو.
تعرفنا عليهم كمان أكتر وأكتر، وشرحوا لنا أكتر كيف راح يكون التفاصيل الدراسة. المعلومات إن شاء الله مستقبلا إيش ما يصير معي راح أنوركم، وأي معلومات جديدة راح أخبركم. وشكرا على المتابعة الحلوة منكم، وبانتظار أنا إيميل منهم لحتى يردوا لنا خبر، وإذا ردوا لي خبر فبرد لكم ونشوف شو بيصير معنا. شكرا لكم وإلى فيديو آخر. تشاو.